ممكن تكون عامل موقع جامد جدا بس محدش بيشوفه في جوجل او يفتح على الموبايل من غير تنسيق. المشكلة غالبا مش في الكود، المشكلة في حاجة اسمها الميتا تاج. احنا اتعلمنا ال HTML وبدأنا نبني صفحات كويسة، بس لحد دلوقتي كنا بنبني الشكل اللي المستخدم بيشوفه. النهاردة هنتكلم عن حاجة المستخدم مش بيشوفها، لكن هي اللي بتتحكم في ظهور موقعك في جوجل، شكله على الموبايل، معلومات الموقع، وهي الميتا تاج. يعني ايه ميتا تاج؟ ببساطة الميتا تاج هي معلومات عن الموقع بتتكتب جوه تاج الهيد، والمستخدم العادي مش بيقدر يشوفها، لكن جوجل المتصفحات او اي سيرش انجن بيشوفها. مكانها جوه تاج الهيد بتكتب ميتا. طيب دلوقتي هنكتب اهم الميتا تاج اللي بتستخدم في اي موقع. اول حاجه بنكتب جوه تاج الميتا الاتريبيوت او الخاصيه اللي احنا هنستخدمها. الشارست هي مسؤوله عن دعم اللغات، يعني بتدعم اللغه العربيه، بتدعم لغات كتيره جدا، لان في ترميزات قديمه مش بتدعم اللغه العربيه، فلو مش موجود العربي ممكن يبوظ والنصوص تتشوه، ودي لازم تكون اول ميتا تاج. طيب عندنا ميتا تاج تاني مسؤولة عن الريسبونسيف على الموبايل، بتخلي الموقع بتاعك متجاوب. جوه تاج الميتا بنكتب 2 اتريبيوت. اول اتريبيوت اسمه النيم. اتريبيوت النيم بيستخدم لتحديد اسم الخاصية، وعندنا اتريبيوت تاني اسمه كونتنت، من اسمه بنضيف المحتوى تبع الخاصية. الفيو بورد هي المسؤولة عن الريسبونسيف تبع الموقع بتاعك على الموبايل، فبنكتب فيو بورد. في الكونتنت عندك بتكتب المحتوى تبع الخاصية اللي انت ضفتها، الفيو بورد. فالمحتوى تبع الخاصية هو الريسبونسيف، بس هنا المعلومات ديت ادفانسد شوية هتفهمها بعدين بالتفصيل. فبنكتب width device width initial scale, طيب دي معناها ايه؟ width equal device minus width، دي معناه اعرض الصفحة بشكل يناسب حجم الشاشة. initial scale equal 1.0، يعني اعرض الصفحة بحجمها الاصلي بدون ما تكبر او تصغر حجم الصفحة. بعد كده عندنا الميتا تاج description name، نكتب description. الكونتنت في الميتا تاج ديسكريبشن بتكتب الوصف تبع الموقع بتاعك، يعني الموقع بتاعك بيقدم ايه، ده الوصف اللي بيظهر في جوجل تحت اسم الموقع اللي هو الجزء ده. فالوصف دوت مهم جدا. فمثلا نكتب a sample html page. عندنا ميتا تاج تاني اسمها الكيورد نيم كيورد. الكونتنت تبعها الكلمات المفتاحية اللي بتقول لجوجل موقعك بيتكلم عن ايه. يعني مثلا انا موقعي بيتكلم عن ال HTML CSS الجافا سكريبت الجي اس ومثلا السي بلس بلس. فبتكتب الكلمات المفتاحية، كلمات المتوقعة اللي الناس تبقى في البحث. بعد كده عندنا ميتا تاج تاني اذر من اسمه مؤلف، المؤلف تبع الموقع. فمثلا نيجي نكتب هنا ليجو كودكس، او بتكتب مثلا اسمك ابراهيم هشام. طيب عندنا اهم جزء في الميتا اللي هو تبع السوشيال ميديا. الميتا تاج ديت مهمه جدا لانها بتتحكم في الشير لينك تبع الموقع بتاعك على السوشيال ميديا، يعني تتحكم في العنوان والوصف والصوره، ودي اسمها الاوبن جراف. فبنكتب ميتا، جوه الميتا بنكتب بروبرتي بالشكل ده كده. تعالى كده نشرح واحدة واحدة. لما بتيجي تستخدم بروبرتي بتكتب او جي، تستخدم النقطتين دول، بتكتب بعديها الجزء اللي انت عاوز تربط في اللينك. يعني احنا كاتبين تايتل، وجوه اتريبيوت الكونتنت بتحدد العنوان تبع الموقع بتاعك، ممكن يتغير ونكتب مثلا ديسكريبشن، الديسكريبشن تبع الموقع بتاعك، او مثلا الايمجز الصورة اللي بتظهر مع الرابط. وعندك التايب النوع اللي هو نوع الصفحة، مثلا مقالي، فيديو، اعلان. واهم حاجة ان انت تستخدم الجزء دوت من الميتا تاج يكون مختصر وواضح، علشان لما المستخدم يجي يقرأه ما يملش ويفهم الصفحة بتاعتك بتتكلم عن ايه بشكل مختصر. فتعالى كده ننسخ، مثلا نكتب هنا description ونكتب هنا images ونكتب هنا التايتل. فدي كده الشكل اللي هتلاقيه في اي موقع احترافي. كده انت فهمت ايه هي الميتا تاج واهميتها، وازاي تخلي موقعك يظهر صح على جوجل ويشتغل مظبوط على الموبايل عن طريق الفيو بورد. فلو الفيديو عجبك ما تنساش انك تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك باقي الفيديوهات، واشوفكم على خير.